ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبق القمر ده طبق بسبوسة بالقشطة بالمكسرات، طعمه يجنن. دايبة دوب كده وطعمها تحفة. عملتها في البيت بطريقة سهلة جدا وسريعة ومكونات بسيطة جدا. دي طريقة بسبوسة الحلواني اللي بتعمل من دقيق السميد، لناس كتير قوي ما بتظبطش معاها وما بتعرفش تعملها. تابعيني في الفيديو هقولك عملتها ازاي، وهتطلع معاكي حلوة مرملة كده ازاي. لو مش مشتركين في القناة اشتركوا واعملوا لي لايك وفعلوا زر الجرس. تعالوا نقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه هنعملها، هنحط الشربات على النار يجهز عقبال ما نجهز البسبوسه. الشربات عباره عن كوبايتين سكر وعليهم كوبايتين ميه وعصره نص ليمونه، والفانيليا هنضيفها في الاخر خالص عقبال ما بعد ما الشربات يستوي، عشان خاطر تبقى ريحه الشربات فيه الفانيليا ريحته قويه. البسبوسه بقى مكوناتها: 3 كوبايات دقيق سميد من بتاع العطار او الموجود في السوبر ماركت مكتوب عليه دقيق سميد بس. هنحط عليه 3 معالق كبار جوز هند ومعلقة سكر ونص معلقة بيكنج باودر. لازم نحط البيكنج باودر عشان نطلعها هشة مش مكتومة. وهنحط عليهم نص كوباية سمنة متسيحة، وهنحط عليهم معلقتين عسل كلوكوز او عسل نحل او شربات تقيل، يعني لو مش موجود عسل نحل او عسل كلوكوز نحط معلقتين شربات تقيل، وعليهم كوباية زبادي وعليهم كوباية لبن. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض وهنحطها في الصينية. ما نقعدش نقلبها كتير، لان البسبوسه كل ما نقلبها كل ما هتشرب في السوائل ومش تطلع مظبوطه معانا. هو هنقلبها مجرد ما نخلط المكونات مع بعض في الطبق نحطها على طول في الصينيه. الصينيه مقاس 30 ومدهونه بالسمنه، مدهونه سمنه بس، ولا طحينه ولا كلام فاضي، هي سمنه وبس. هنحطها في الصينيه زي ما احنا شايفين كده، وهنسويها بظهر المعلقه كويس قوي، وهنديها خبطتين حلوين كده على الرخامه عشان نطلع اي هوا واي فراغات من جواها، ونكون متساوية كويس في الصينية، متوزعة كويس اوي في الصينية. هندخلها في فرن على درجة حرارة 200. اول ما تحمر والوش يحمر ويبقى لونها ذهبي كده وجميل هنطلعها، وهي سخنة والشربات سخن كمان. هنسقيها على طول بالشربات، هنسقيها بكمية الشربات كلها اللي احنا جهزناها على النار، اللي هما كوبايتين المية وكوبايتين السكر. هنسيبها شوية لحد ما تشرب الشربات كله. هنغطيها بورقة فويل او بأي حاجة كده نغطيها بيها. هنسيبها دقيقة بالظبط هيكون الشربات اتشرب. كل ما نستنى عليها وكل ما تبرد كل ما طعمها بيبقى احلى واجمل. انا قطعتها لكم وهي كانت سخنه لسه، كان طعمها حلو قوي ومرمله وطعمها تحفه. جربوها قولي رايكم فيها ايه. بجد دي اكتر طريقه ظبطت معايا، انا عملتها بكذا طريقه تانية بس دي اكتر طريقه كانت مظبوطه وطلع طعمها حلو قوي زي بتاعه الحلواني واحلى كمان. هنحطها في طبق ونحط عليها القشطه او نحط عليها المكسرات مع كوبايه شاي ساده او كوبايه شاي بلبن، وبألف هنا والشفا. جربوها قولي رأيكم فيها ايه. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. بالهنا والشفا.